السلام عليكم حبايبي، رمضان كريم عليكم. اليوم الفيديو مالتنا على عجينة الفطار والبيتزا. المكونات مالتها: كوبين حليب، 3 ملاعق كبيرة من السكر، ملعقتين كبيرة خمرة، بيضة وحدة، نصف كوب زيت، ظرف فانيلا، 6 أكواب طحين أو دقيق، ملعقة صغيرة من الخمرة، و3 ملاعق من الزبدة. هسه هنا ضفنا هنا كوبين من الحليب والسكر والخمرة. هسه راح نخفقها بالخفاقة اليدوية. ظرف فانيلا والبيضة. نصف كوب زيت. حبايب قلبي اعذروني لأن من بداية رمضان هذا اليوم أنا ما مصورة، لأن كلش تعبانة ومريضة. وعندي فيديو هم مالتنا بشعبان همين صورنا، رحنا لبنتي هم ولادتها، ورحنا أنا وعائلتي كلها، ومرينا منك على آثار بابل. وإن شاء الله همين بعد هذا الفيديو هم أصوره لكم وتشوفونه إن شاء الله. هسه راح أعجن هاي العجنة الأخيرة وأغطيها خليها ترتاح. هسه راح أسوي طريقة الجبنة للبورق. ملعقة كبيرة من الزبدة، 3 ملاعق طحين، كوب حليب، رشة ملح، جبنة موزاريلا. هاي الجبنة مال الفطائر، رشة كمون أو زعتر. هنا العجينة مالتنا اختمرت، وهنا بنتي ظلت تسوي بيها، تسوي الفطائر، تسوي بالزعتر. هنا أنا باللحم لإخوانها تسوي هاي الفطائر. هنا أنا بالجبنة، وهنا بالبوتيتة الثانية سوتها. هنا بوتيتة وكرفس وجبن موزاريلا. هنا الحشوة مال البورق: بوتيتا سلق ومعدنوس وكمون وفلفل حار وكاري. هسه اخلطهم كلهن سوا. هاي الحشوة كملت. العجينة مالتها جاهزة اشتريتها. هاي هنا الجبنة سويناها، وهنا الحشوة مال البوتيتا والجبنة والكرفس. اسلف البورق. هاي اخر شي سويت طحين ومي، تصير عجينة خفيفة على مود تلصق بيها البورق. هنا خليت بنتي تكمل البورق، وانا راح اكمل الفطور. هسه قطعت البتيتة مكعبات وقليتها، وعندي جزر مجمد طلعته لين راح اسوي الحشوة مال البرياني. هنا كملت البتيتة والجزر. هسه راح احمس الشعرية. حمست الشعرية كملتها وخليت فوقها الكشمش. هسه راح اخلي فوقها المي، وبالاخير اخلي الهيل والدارسين. هنا هدرتها، خليت الدارسين والهيل والفلفل الحار، والبرياني اهم شي بيه الفلفل الحار. هنا مرقة فاصوليا طبختها سالقتها اني ومخليتها بالمجمدة. هسه حمست المعجون والطماطة، وخليت الفاصوليا وصب اللوزينة، وخليت فلفل يعني كاملة ما قصيته. هنا الشوربة مالتنا مال عدس، أنا طابختها لكم الشوربة. هنا كملت الشوربة مالتنا، وهاي السفرة مالتنا، وإن شاء الله تعجبكم.
هذا فطورنا وهذا سحورنا نفس اليوم، لا تنسونا باللايك وتفعيل الجرس.